هذيك لو كان جات مع عماد ولا لو كان جات مع اكس يعني مع واحد اخر سلطويه تربيتها هكاك هذيك كاع عطيها السلطه كتلعبها فرعون. بعدا هي البارح كانت تقول فرعون كيف مي هادي ما انا بعدا ما شفت فيها حتى حاجه. بالنسبه لهذيك اللي قالت حجروها ما حجروهاش، علاش نتوما زعما كتخليو بنادم يستحمركم؟ كيف ما هذيك ريم مسكينه ترى اخرى كلشي مزيان، نشوفوا كلشي مزيان ولا كلشي خايب عادي. انا استفزتني واحد الانسان غنجاوب على راسي، علاش ما بغيتوهمش هما يدافعوا على راسهم رغم انهم هما صبروا ما فيه الكفايه؟ واش هما العيالات كبر منها غيكذبوا عليها؟ واش هذوك العرايسات غيكذبوا عليها كاملين؟ راه عطاهم الله واحد الصبر في شكل واحد البنت قالت لا عادي عصبها راجلها ضربو. جبدي لي اختي شي ايه في القران كيقول لك ضربي راجلك، جبدي لي شي ايه في القران كيقول لك ضربي راجلك وما تحترميش. ما عجبتش ما مقتنعاش بيه الله يستاهل عليك. حنا كنضلوا نقولوا لا الراجل ما عندوش الحق يهز يدو على مرته وتجي مرات اما باش تضربي راسك لا اختي احترم ياك ولا لا؟ احترمي احترميه يحترمك، هزيتي صوتك غيهز صوته، عايرتي بهضره الخايبه غدا غيعايرك بالهضره الخايبه حيت هو راجل. هو انا ما غنقولش راجل فوق مني ولكن الله سبحانه وتعالى هو دايرو فوق مني، واش انا نهبطو راه ما يمكنش. وسمحوا لي الاخوان دويت بهذه العصبيه ولكن راه فعلا ضرني قلبي بزاف. شكرا لكم بزاف الله يسهل كاع زيدوا لنا كاع درنا قلبنا والله داكشي بزاف. والمغاربه مكلخين وما واعيينش وكيزيدوا يأيدوا في بنادم على الغلط. راه حشومه هادشي اللي كديروا فيه، راه حشومه. راه بنادم الاخر ديالو التراب. نديروا هذا الدري مسكين ما عندوش القيمه ولا ربما كابر في شي ظروف اللي خايبه اللي خلاته هو يطيح لها الراس. كونوا معاه قويوه ولا بعدوا منهم اصلا ما تدوش عليهم. نتوما كتزيدوا تكبروا لها في الشان. الله يسهل عليكم الاخوان الله يستر لكم. السلام عليكم فاتي وي اختي وي حبيبه ديالي. انا اختي بغيت نهضر على هاد النقطه كما كاين بعض شي ناس كيقول لك لا مظلومه هي ما مظلوماش. في الاول حنا كنا تعاطفنا معاها على الطياب وعلاش كيدوا الطفار، ولكن من بعد بينات واحد الخبز في قلبها وبينات واحد سميتو في قلبها. انا بعدا كنا ضرني في قلبي هذاك الشيء اللي دارت والله العظيم بزاف، لانك لدرجه ما تضربي عكوزتك لدرجه ما تقرشي راسك تضربي. هادشي راه ما كاينش نهائيا. هادشي ما كاينش نهائيا لدرجه ما بقيتش قادره نتفرج فيها، لان في الاول كنت كنتعاطف معاها وكنت كنديرها. اما دابا ما بقاش. تصوري غير مؤخرا دايره اللايف راجلها داير مع ديك بلاد فاس تهرست لي التليفون حيدت لي التليفون من اللايف باش يطلع اللايف ديالها. كاين شي وحده شي مرا كدير بحال راجلها ولا كدير العبوسه بحالك حيت ساكن معاك في داركم حشومه. هادشي ماشي معقول لانها بينات وكتعاير. انا كنت منها كتعاير كنت نوض الريشه كتعايرت هذيك الانسانه كنمني انا نوض الريشه كتقول ليها شافه ديك كلها شافه وكيطلعوا كيقولوا لا خصك تضرب راجل لا خصك تضرب راجل داريه. لا احترمي راجلك اذا خصك تحترمي راجلك تحترمي عبوسك. هذا ما كاينش نهائيا. انا منا كنخصم يجبدوا عليها من البرنامج صافي ساليتي ما تقصيتي كانت عليها تخرج ما يعطيوها لا تحكم لا الدار لا والو. انا ما طلعت مع الله نعاير ونصب على ديك قله الادب وقله سميتو اللي دارت في البرنامج. والمشكله البرنامج كلشي كيتفرج فينا، العالم كيتولوا كيتفرجوا فينا كنشوفوا مطلعين عليهم ما كيفهموش هضرتها. واش انت تبغي شي وحده يكون خوك ولا هذيك في هذاك الموقف ولا هذيك برنسيسه؟ بصراحه بينت الخبط ديالها وبينت القباحه ديالها. فهمتي هي كتحسبوا راه بصح راه داك الشخص راه ديالها. وإلا شفتي ملي فرقوا البارح ملي فرقوا المهمات راه خلاته هو اللي يمشي هو اللي يسير، لان المره الاخرى كانت جابت مشكله. واش فهمتي راه هو اللي فرق عليهم. انا البارح شفتو زعما كان راقم بواحد الدور مع هذه هو اللي كيهضر معاهم. هي اصلا ما هضرتش البارح ملي ناضت جمع داك الشيء ملي ناضت بغض النظر هذا بحد ذاته مشكل. خلي امينه تكمل. لا اسراء قلت لك اختي قلت لك انا صراحه عالجي راسك. انا كنقول لكم مرارا احترموا الناس اللي في الكيست كاملين. هذا الحديث ديالي هذا الراي ديالي. انا الراي ديالي انا ما الراي ديالي ما كنفرضو حتى على شي واحد. صافي عالجي راسك انت اختي. انا عندك تقنين نجاوبها عليك. انت عندك حمقى ولا قلت لك انا صراحه ما كنتفرجش زعما هكا بزاف. كنتفرج شي لقطات في التليفون. هي صراحه التصرف ديالها مستفز ولكن حتى عماد كيستفزها. انا كيجيني حتى عماد كيستفزها حيت باش نكون مع واحد الكوبل زعما باش نكون مع راجلي هكا ويوقع ليها مثلا داك سميتو راه نورمال يدافع عليها. هو ما كيدافعش، هو كيمشي عند هذا وكيسلم عليه ويمشي عند الاخر ويسلم عليه وتيقدم عليه ديك الجرأه باش غادي
الدار وزادوا كملوا هما بحال بغاو يفرقوه على برينسيسا كيعيطولو صافي. واحد الانسان عندي معاه مشكل، مادام عندك مشكل مع برينسيسا راه غادي يكون عندك مشكل حتى مع راجلها. داك راجلها ما تعيطيش ليه، بحال كيما قال داك الكوبل ديال داك الاخر ديال كازا فاش قال ليه ما تهضرش ليا مع مرتي، قال ليه لا كنهضر معاها. ترى على الدفاع عليها ولا انه ما عندوش كلمه في الفيلا هي السبب فيه، لان ما عطاش ديك لوطوريتي ديك الكلمه ديال الرجل كيما الاخرين قدام عيالاته ما كايناش. كتحسيش ان هذا الديفو دايره هي ما او ديبار، وان هي لي اوتوريتير في العلاقه ديالهم. لا انا كتجيني بعدا انا بسميتو ديالي كتجيني هي بحال كيفاش غنشرحها لك، كيجيني هو ما عندوش شخصيه داكشي باش هي كتنوض كتهضر. هي هذيك الشخصيه قدام الناس. لا شوفي ما نقدروش نحكموا صح. ما كنقدرش نحكم انت ما كتفرجيش امينه. كنتفرج انايا الشيء نقول لك من امتى تفرجت. دابا ما عندوش شخصيه. شوفي ما عندوش شخصيه. انت ملي غيكون عندك واحد حيت ماشي كلشي عنده شخصيه، هو ما عندوش شخصيه وهو كاين وسط الناس. واش انت عواد ما تبيني هذاك السيد بانه عنده شخصيه مثلا، يقدر يكون في شي نقاش وتقدري تدخلي وتقدي الوضع باش ما يبانش هذاك السيد عندك تي راه ما عندوش شخصيه ولا راه ما عناش هكا ولا عنا هكا، اولا غتنوضي تضربيه وتدمري الشخصيه ديالو داك شويه ديال الشخصيه اللي عنده وسط عباد الله. هو ما عندوش شخصيه وتنوضي تضربيه وسط الناس. لا ما صراحه ما انا بعد النهار اللي ضربته ما نكذبش عليك بكيس وجاني بحال جاتني حقره فهمتي. ولكن الا شتي هو كان كيقول لهم زعما بلي انا عادي زعما هكا كندابزو عينيه زعما هكا كنديرو حنايا زعما عندنا عادي فهمتي. باش ما تقدريش تحكمي عليهم هما كيفاش العلاقه ديالهم دايره في الدار. فاش كتكون معاهم مع الناس في الكواليس كتعطيهم، سمعيني امينه، كتعطيهم اسرارهم الزوجيه وبالاحرى نقدر نقول كتعطيهم انا شنو الفضل ديالي على عماد. دونك هي شنو هو اوفون ديالو ما كيقدرش يدافع على راسو لان دوك الناس عارفين شنو دايره له ديك المراه. حتى واذا هضر يقدر يضربوه باي ارتصه من داكشي اللي قالوا. دليل انهم النهار اللي كانوا باغي يخلطوا بيناتهم في البراوات كلشي يهضروا له على شخصيتهم، هذا حكا حاجبو راسو هذا الا هي شنو كتب لها مول الحكام، كتب لها هكا والواد ماشي اللي شاريه له الموتور وهو ما كانش في خيريه وهو ما شكو ان فعلا ميزر كتب لي انا هادشي قايلينه هما. واش فهمتي البلان؟ يعني هي عطيهم الصوير كلشي يقولوا لها راجلها. هو كان معاود انا هي كذبت قالت هاد الهضره ما كايناش وانا هاد الهضره عمرني ما قلتها. هو اللي قالها هي كذبت وهذاك البرنامج اللي قالها هذا بسبب حد ما قالها. قالوا اسراء بجوج بهم كيعاودوا على حياتهم اللي جلسوا مع هي حياتهم على التيك توك اصلا حياتهم في السوشيال ميديا راه كلشي عارفها. راه هما داخلين وعارفينهم شكون هما لدرجه هما اصلا المره الاولى داروا منهم الاتونسيون لان شافوا المستوى ديال الفيديوهات اللي كينزلوا خداو منهم موقف في الاول. يعني راه داخلين راه عارفين اذا هناك مشكل قبل البرنامج. اسراء كاينه واحد النقطه كيقول لها واش انت مخاصمه معاهم ومضاربه معاهم والبارح كتعاودي لهم قصه حياتك. راه دابا هي دابا ما كنفهمش. سمعي حنا كنعرفوا اي بلاصه كنتي غتظلمي فيها سواء نفسيا او الانسان كيبعني عليك او الانسان كيهضر فيك او كيضربك او داك ما خاصكش تجلسي فيها لانها هذيك الساعه كتولي كتاذي النفس ديالك. وانت جالسه الامهات ما بلاتي نبداو بعدا بالازواج كلهم قالت لك مسمومين الا فلان استثنات واحد. البنات كلهم كيغيروا منها وكلهم حقودات. قالت فلان حيت جا معاها هذيك اللحظه وحيت جا معاها باش تعرف هي العقل ديالها راه عندها قليله ما عندهاش راه عقل ديالها واحد بحال شي عائله صغيره مره. وراه داك الانسان اللي جات نتم العفاف وراه الشخصيه هي اللي كنشوفوا حنا في برنامج ميمي حنا ديك الشخصيه اللي كنشوفوا قدامنا. خلي الناس يدوزوا. حاجه اخرى قالت لك الامهات حتى هما شغلوا فيها والناس اللي كيطاولوا على الامهات. انا غنعطيكم واحد الميساج ونسكت على كلامي. كاع اللي كيطاولوا على الامهات قليل الادب وقليل التربيه صافي سالينا. اللي كيطاول على الامهات سواء الناس اللي تيجيو يحللوا كيقول لك فلانه مسمومه وفلانه دايره وهذيك كذبت عليها وهذيك كذبت عليها راه ما يمكنش. غنقولوا 5 يعني 15 واحد ضد هذيك السيده في الفيلا. امبوسيبل تقولوا لي السيده بريئه. انا غنعطيها عذر واحد بانها تقدر فعلا تكون صحيحه تكون صغيره وغنعطيها عذر اخر الا كنتو كتبغيوها بصح نيت طلبوا منها تمشي تعالج. العلاج راه ماشي عيب وماشي حرام وماشي حشومه. تمشي تعالج دير ثيرابي وتحاول تخدم على الشخصيه ديالها الشخصيه. والا كان هذاك السيد ما صالحش ليها انا نهضر على نفسي. الا كان راجلي ما كيدافعش ليا اولا كيصغر مني اولا كيقلل من المهم الصوره ديالي مني كنكون وسط الناس انا ما عندي ما ندير بهذا السيد صافي سالينا. ولانها هي كبر منه انا كنظن بانها هي اللي كتحكم في العلاقه ماشي هو اللي كيحكم في العلاقه. وهذا الشيء شناه. وملي تجيو تبغيو تحللوا واحد الموضوع شوفوه بجوج الجويه ما تشوفوش بجهه واحده.
الله يرضي عليكم راه هاد السيده راه كتدمروها، عوض ما تدافعوا عليها عافاكم نصحوها، عطوها النصيحه. مالك كتبت الكومنت لشي وحده اش كتخوري راه غيمشي غيمشي عادي غير يا خليها. مالك. اوكي داكور، سمحوا لي. السلام عليكم. انا كما قالت الاخت كريمه، انا كنشوف بان هاد ايمان ولا شنو هي، مع احترامي للناس ديال طنجه، هذه ضربت بكل شيء، بالتربيه ديال المغاربه ضربتها بكل شيء بعرض الحائط. اللي ما كيحترمش الكبار، اللي ما كتحترمش العزوجه ديالها وهي مراه كبيره باش تقول. وشي وحدين كنشوف في اللايفات كيقول لك جايه تطلب المراه جايه لانهم هما فاش قالوا لها يمكن قالوا لها يلاه معانا غادي نديو الى ربحنا غادي نديو الدار، والمراه محتاجه لديك الدار. يعني هذا الشيء اللي كاين. اما باش هذيك الاخرى كتحكم، هذيك اللي كانت هذيك لو كان جات مع عماد ولا لو كان جات مع اكس، يعني مع واحد اخر سلطويه تربيتها هكاك، هذيك غير عطيها السلطه كتلعبها فرعون. بعدا هي باش كانت تقول فرعون كيف هذه. ما انا بعدا ما شفت فيها حتى حاجه